جمل قالها السادات وحدثت بالفعل. قال صدام حسين واقف ضدي وضد مصر عشان عملنا سلام مع إسرائيل. أنا عارف إنه قوي، لكن على يقين إنه متهور وما بيعرفش يحسبها صح وبيستخدم القوة غلط، وتهوره ده هيحرق الخليج يوم من الأيام وهيدمر أهم دولة في الشرق العربي. صدام بيضغط على ضعفاء الخليج ضدي في جامعة الدول العربية، مع إن حلمه الحقيقي إنه يحتل الكويت ويضمها لبلده. قالها السادات سنة 1980 واتحققت سنة 1990 بعد 10 سنين. قال حافظ الأسد وخو رفعت بلطجية في حماية الروس، وهم لا بيشتغلوا لصالح العرب ولا حاجة، كل همهم الطائفة العلوية اللي بينتموا ليها. ما شفتش أجبن منهم، ومستعدين يولعوا الدنيا كلها عشان مصلحتهم. عاملين نفسهم زعماء العرب، مع ان سوريا انهارت في حرب اكتوبر من ثالث يوم بسبب خيانتهم لبلدهم. قالها السادات سنة 1977 بعد زيارته للقدس وعداء النظام السوري ليه بسببها، واتحققت سنة 1982 في مجازر حماه. قال طلبت من عرفات انه يستلم حدود 67 والقدس الشرقية تبقى عاصمة للدولة الفلسطينية الوليدة وتكون تحت حماية مجموعة دول يختارها، لكنه رفض ومش شايف انه ممكن يوصل لحاجة احسن من كده، وده اللي حصل فعلا. قال أنا أكتر واحد غضب ورفض الثورة الإيرانية لأنها ثورة طائفية هتصدر الطائفية والكراهية للجميع. قالها السادات وقت ثورة الخميني وتسببت تصريحاته في غضب التيارات الإسلامية واللي قالوا اتحقق بالحرف الواحد. قال الشاويش علي عبد الله صالح اللي بقى رئيس اليمن مش بيعرف يفك الخط وبيخاف يخرج متر من صعدة. مش عاجبه سياسة السادات وموقف مصر، والعرب هيعرفوا بعدين مين هو علي عبد الله صالح اللي عمره ما فهم حجم اليمن. واتحقق كلام السادات وشفنا اللي عمله باليمن. قال القذافي ده شاب مجنون عنده عقد نفسية وبيتصرف زي العيال الصغيرين، ولو اديته بلد بحالها الصبح اللي بعده هتكون خرابة. وقال كمان اللي بيتكلموا باسم الناصرية في الحقيقة ما يهمهمش غير مصالحهم الشخصية، ومتقلبين زي الحرباء ومستعدين يغيروا انتماءاتهم في ثانية عشان يوصلوا للكراسي. مفيش حاجة اسمها ناصرية ولا ساداتية، كل واحد لازم يجتهد ويثبت نفسه بشخصيته. وصدق في كلامه، وكلنا شفنا الناصريين حبايب الفقراء وازاي بقوا هم وابنائهم واحفادهم مليارديرات على قفا المغيبين. وقال كمان لو بجرة قلم مني اقدر اوقف نزيف دم اطهر شباب مصر وما عملتش كده خوفا من كلام الهمج يبقى انا خنت الامانة. العرب ما بيفهموش ودايما بيطالبوا بالحرب، لكن مهمتي ان شباب مصر يعيشوا من غير دموع ودم، وعشان احارب باسم العرب لازم يكون عندي مصانع سلاح تضمن التوازن. غير كده حرب 73 هي اخر الحروب وبعدها التنمية هي الاولوية. مصر تاخد القرار ويفهمها عدوها، اما العرب فدايما بيهاجمونا وهيفهموا بعد فوات الاوان. السادات كان سابق عصره على الاقل ب 30 سنة، ودايما شايف الصورة الكبيرة في وقت اللي حواليه كانوا مشغولين بالمزايدات.